اخيرا الحاجه اللي كل الماميز بتدور عليها، يوتيوب دلوقتي بقى فيها يوتيوب كيدز اللي تقدري من خلالها تتحكمي في السيرش وفي المحتوى اللي ولادك بيتفرجوا عليه، وكمان تقدري تحددي السكرين تايم بتاعهم يا اما من خلال يوتيوب نفسها يا اما من خلال التايمر بتاع التلفزيون. تعالوا معايا اوريكم التريك دي تقدروا تتعاملوا معاها ازاي. اول حاجه هيسالكم مين اللي بيتفرج وهنختار يوتيوب كيدز، وبعد كده هنختار حاجه من الاثنين، يا اما هتخشوا بالاكونت بتاع الايميل بتاعكم عشان يتاكد من العمر، يا اما هتختاروا كونتينيو از جاست وتدخلوا العمر بتاعكم مانيوال. هتاخدوا فكره عن الرولز وبعد كده تدوسوا اي اجري، وبعد كده هنختار المرحله العمريه اللي فيها الطفل، يا اما بري سكول يا اما يونجر يا اما اولدر، واللي وفقا ليها بيتحدد المحتوى او الكونتنت اللي بيتعرض ليه الطفل. انا شخصيا هختار بري سكول علشان رشيد زي ما انتم عارفين 4 سنين، وهنا بيخيركم يا اما تفتحوا السيرش يا اما تقفلوا السيرش. انا شخصيا هختار سيرش اوف، وهنا بيعرفنا الفيتشرز اللي ممكن نستخدمها كبيرنتس، ودلوقتي بقى جاهز زي ما انتم شايفين، يعني بيرشح لكم محتوى شوز، ميوزك، ليرنينج او اكسبلور. وانا من وجهة نظري تخلي بالكم من الاكسبلور ده، لان الاكسبلور ده بيكون ترشيحات من اليوتيوب شخصيا بناء على الفيديوز اللي ممكن تبقى فايرال لكن ممكن جدا ما تبقاش مناسبه او ضد ثقافتنا. اهم ميزه موجوده فيه ان هو ما فيهوش اعلانات، يعني مش كل شويه ابنك هيفضل يندهلك عشان تدوسي له سكيب اد.